السلام عليكم ورحمة الله. وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من يعارضون توحيد خطبة الجمعة وخطة تسديد التبليغ بالمجرمين، معتبرا أن هذه الانتقادات تمس المجلس العلمي الأعلى الذي يمثل إمامة الأمة. فقال أحمد التوفيق خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب اليوم: إن من ينتقدون خطة تسديد التبليغ وتوحيد خطب الجمعة مجرمون، متسائلا كيف يأتي شخص يدعي أنه يفهم أكثر من المجلس العلمي الأعلى. وأوضح الوزير أن العلماء هم من يقترحون موضوع الخطبة ولا يفرضونها على الخطباء، مشيرا إلى أن القواعد الأساسية التي تقوم عليها الخطبة هي الإيمان والعمل الصالح. وأضاف: من حقنا أن نوحد الخطبة باعتبارنا جماعة العلماء الذين يمثلون إمامة البلاد، والله المستعان.